خلينا متفقين ان مهما حاولتي تبرري قد ايه الموضوع اسهل واسلس من غير صحاب فانتي بتكدبي، لان ببساطه حياتنا في الجامعه او في المدرسه مجتمع مش مغلق، مجتمع مفتوح، مجتمع فيه ناس كتير، مجتمع فيه احداث كتير. حتى لو حاولنا مثلا نقارنه شويه بالبيت، يعني البيت تقدري تهربي فيه في اوضتك، تهربي فيه في البلكونه، تهربي فيه في اي مكان، وكده كده عدد الاشخاص الموجودين بالكتير قوي 5 6 بس في البيت، في مساحه تعملي ده. على عكس تماما الجامعه او المدرسه، مجتمع كبير، ابقي قابليني لو لقيتي مكان ولو قد كده تقعدي فيه لوحدك من غير ما يكون فيه ناس حواليكي. فمهم قوي يكون عندنا اصحاب في الجامعه. ليه؟ لان زي ما قلت لك، اولا بنقضي وقت طويل قوي في المكان ده، محتاجين حد يكون معانا، يكون ونس لينا كده، حد ناكل معاه، نحضر معاه المحاضرات، حد لما نغيب يفتقدنا في المكان، حد لو مش موجودين يكتب لنا المحاضره عشان ما تفوتناش، حد لما نمل من المحاضرات ونقرر نفكس كده المحاضره نلاقيه هيخرج معانا، هناكل مع بعض، هنغير جو سوا، حد لو احنا مخنوقين هنحكي شويه معاه ونفضفض. بكل الطرق احنا محتاجين يكون في حياتنا صحاب، خصوصا واحنا بندرس. لما تتخرجوا ممكن تحسوا ان انتوا موضوع الصحاب في حياتكم مش هيكون بنفس الاهميه، بس طول ما انتوا بتدرسوا مهم جدا يكون عندكم صحاب وقت الدراسه. وده الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده، ازاي تعملي صحاب وانت في الجامعه، ايه اللي بيخلي شخص معين يكون عنده شله صحاب كبيره قوي، يكون محبوب، على عكسك انت اللي مش عارفه لا تكوني حتى صاحبه واحده بس، ولا عارفه تكوني اجتماعيه ويكون الكل عارف. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو، كمان سبسكرايب للشانل، ولو اول مره تشوفوني فانا نمنومه، ودول هم حبايب قلب نمنومه اللي بيكتبوا لي كومنت على طول. انا بحبكم جدا والفيديو ده معمول مخصوص علشانكم. وبس كده عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا بسرعه. ودي الحلقه الرابعه من سلسله قبل ما نبدا جامعه. ليتس جو. يعني بغض النظر ان انا مفروض نازله كمان شويه، بس يلا مش اشكال، فداكم. خلينا بقى نتكلم. اول حاجه، انا ليه مش بعرف اعمل صحاب في الجامعه؟ واول حاجه وهو الكارثه، الموبايل. يعني انا فاهماها لو احنا مثلا ماشيين في الطريق لقينا مثلا شله او ناس كتير واقفه، خصوصا لو ولاد، وعايزين ان احنا ما نكونوش مركزين، فبنعمل ايه؟ فبنمسك الموبايل نتكلم فيه، او نعمل بنتشات في اي حاجه علشان بس بنحس باحراج في الموقف ده. ولكن وانت في الجامعه وانت في البنش بتاع المحاضرات، مش مفروض ان انت تهربي بالموبايل، لازم تندمجي مع الناس اللي حواليكي، خصوصا اول اسبوع في الجامعه. اوعك 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 تقفي دايما في كورنر على جنب وتفضلي ماسكه التليفون. اول انطباع هيتاخد عنك انك شخص مغرور جدا، ومحدش ابدا هيحاول ان هو يتكلم معاكي. تاني حاجه ودي بجد بقى مهمه، وهي لغه الجسد بتاعتك. دايما البنات اللي بتكون خجوله او مثلا ماشيه شكلها خايف، ما بتحاولش تبص حد في عينيه، دايما وهي بتتكلم ايديها مقفوله كده على نفسها، بتبص في الارض وما بتبصش في عين اللي بتكلمه. لما بتخش المكان بتفضل تتلفت كتير قوي حواليها وهي خايفه ومديه رياكشن خوف. دايما محدش بيحب يتعرف عليهم. الاشخاص بتحب ان هي تتعامل مع الشخص اللي شخصيته قويه. لازم لغه جسدك دي تشتغلي عليها كويس قوي. وانت داخله مكان لازم يكون وشك ابتسامه بس بسيطه جدا، مش بتضحكي وها ها ها وكده ابدا، لا، تكوني حد مبتسم داخل المكان، ما بتتلفتيش ابدا حواليكي، عينك دايما ثابته، بس بتاخدي بصه سريعه على المكان تعرفي انت هتقعدي فين، وبعد كده عينك تجاه المكان فقط. عايزه اقول لكم دي من الحاجات اللي بتفرق قوي، ان انتوا تفرضوا شخصيتكم في المكان. دي حصلت معايا من يومين بالظبط. كنت في مكان، وانا عاده لما بدخل على اشخاص، مثلا لو انا داخله اخر حد او كده، انا بس ببص نظره انا هقعد فين، وبعد كده ما بلتفتش لاي حد تماما، ودايما بكون فارده ظهري، ابتسامه خفيفه جدا، بيبان قوه شخصيه كده من غير ما تعملي اي مجهود. لدرجه ان حد من الموجودين يعني جه سالني هو انت موجوده من زمان في المكان ده؟ قلت لها انا يعتبر اقدم حد هنا. قالت لي ايوه باين عليكي فعلا انك اكتر حد مسيطر هنا، مع اني ما عملتش اي حاجه. انا كل اللي عملته ان دخلت بكل هدوء، ببساطه، بابتسامه خفيفه، مش خايفه، مش متوتره، مش عامله ايدي كده، مش ببص حواليا وبتلفت كتير. كل اللي عملته ان انا بس فعلت دفاعاتي بتاعه لغه الجسد فقط. نزلت اقعد لكم في الارض عشان بجد بحس ان احنا ولاد خاله كده وقاعدين مع بعض. ونخش بقى على ثالث حاجه بتخليكي يا استاذه ما تعرفيش تعملي اصحاب في الجامعه، وهو انتظارك للطرف الاخر. دايما مستنيه ان البنات اللي واقفين هناك دول هم اللي يجوا يتعرفوا عليكي، وطول ما انت مستنياهم كده صدقيني محدش يجي. هيعدي يوم واثنين وثلاثه واسبوع، بعد اسبوع هم اوريدي هيكونوا كونوا الشله بتاعتهم، وانت لسه مستنيه الطرف الاخر يجي يتعرف عليكي. اوعك بجد تعملي كده. وهقول لك حاجه بسيطه قوي هتساعدك تتغلبي على موضوع الكسوف او التوتر. بصوا، كنت دايما بعملها وانا طالعه اشرح محاضره في الكليه عشان ادي احسن اداء. كنت دايما بقول
نفسي ان الناس اللي قاعده قدامي دول سنهم من سني وشكلهم من شكلي، هم ما عندهمش اي حاجه زياده عليا، فايا كان اللي انا هقوله هو هيكون في مستوى عقلهم يا اعلى بشويه. كنت دايما بحط قدامي ان انا اخليه اعلى بشويه، ده كان بجد بيخليني اطلع من غير اي توتر خالص. حتى لو غلطت وانا بتكلم هم نفس، يعني هم زيهم زيي، هم انا وانا هم، فاهمين؟ يعني اي واحده منهم ممكن تكون في مكاني وانا ممكن اكون في مكان اي واحده فيهم. وده اللي كان دايما بيقول لي انه لا، عيشي اتكلمي بطبيعتك ومش هيحصل اي حاجه غلط. والحمد لله ما كانش بيحصل اي حاجه غلط، لان بجد كنت بحط النقطه دي في دماغي كويس قوي. وده اللي انا بقوله لك بقى وانت عايزه تتعرفي على اصحاب جداد. ما تستنيش ان هم يجوا يتعرفوا عليكي، لان وارد هم كمان على فكره يكونوا متوترين ومستنيينك انت تروحي تتعرفي عليهم. فما تخافيش وما تتوتريش، وخدي الستيب وروحي اتعرفي عليهم. وصدقيني دي هتبقى من احلى الحاجات اللي انت عملتيها. اولا هتتغلبي على خوفك وتوترك، وثالثا هتتعرفي على اصحاب جداد. ولو انت عارفه ان انت من الاشخاص اللي شخصيتها ضعيفه ما بتعرفش تبادر قوي، استغلي فرصه بدايه الجامعه دي ان انت فعلا تبني شخصيه لنفسك. وهتلاقوني دايما في الفيديوهات اللي فاتت كنت بقول لكم ان انا الكليه بجد كونت لي شخصيتي. نيجي بقى على رابع حاجه هتخليكي ما تعرفيش تعملي اصحاب في الجامعه، وهي رفع سقف توقعاتك فوق 100% بشويه. انك دايما مستنيه تتعرفي على الشخصيه اللي شبهك بالظبط، النسخه منك، اللي بتلبس زيك، بتاكل اكلك، جايه من بيت شبه بيتك. وده بجد حاجه نادره قوي انك تلاقيها في الجامعه، لان زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان الجامعه مجتمع واسع قوي، في اشخاص كتير، ثقافات كتير، بيئات كتير، صعب قوي تلاقي حد نسخه منك بالظبط. فبطلي ترفعي سقف توقعاتك، لان بجد كتير قوي منكم بيبعت لي على الانستجرام يا نمنم انا بتصاحب على اصحاب في الجامعه بس انا مش لاقيه نفسي وسطهم، انهم مش شبهي، انا عايزه حد يكون شبهي نفس شخصيتي. وبجد بحاول اوصل لكم فكره ان دي حاجه صعبه، ممكن تكون موجوده، ممكن بنات تكون قابلتها، بس انا عايزه اقول لكم مثلا انا قابلت حد في الجامعه يكون شبهي قريب قوي مني 90% وانا في ثالثه جامعه مثلا، مع انها كانت معايا من اولى جامعه. بس انه تعملوا بقى الكليك ده ممكن يبقى في ثالثه رابعه مثلا، انه خلاص تكونوا اتعرفتوا على بعض قوي. فوانتي في سنه اولى بجد اتعرفي على الكل، خدي فكره عن الكل. خامس بقى نقطه ونقول الاخيره اللي بتخليكي فعلا ما تعرفيش تعملي اصحاب في الجامعه، وهي خوفك من الرفض. انك دايما خايفه ان انت لو رحتي تتعرفي عليهم ان هم يرفضوا. يا ستي ويرفضوا ما في 60 داهيه، يعني هم يطولوا تبقي انت صاحبتهم. ده دايما حطيها في بالك. بس صدقيني بنسبه 80 برضو 90% دي حاجه مش هتحصل. ان لو رحتي اتكلمتي معاهم هاي ازيكم انا تسنيم، انتوا عاملين ايه، انتوا منين، وانتوا علمي ولا ادبي، دخلتوا الكليه وانتوا حابينها ولا بس جت بالصدفه، خدي رقمهم في اخر المحادثه الجميله ديت عشان تبقوا عند بعض. تقولي لها مثلا هبقى اسالك مثلا على المحاضره هتبقى في انهو مدرج كده، يعني اخلاقي مواضيع على قد ما تقدري، وهقول لك بالظبط هتقولي ايه. لسه جايين في الكلام. انا بس حبيت ابدا الفيديو بالحاجات اللي فعلا بتخليكي ما تعرفيش تعملي اصحاب في الجامعه. ولو انت في ثانيه او ثالثه او حتى رابعه جامعه، فوانت بتتفرجي على الفيديو ده هتكتشفي ان فعلا انا ما كنتش بعمل صحاب بسبب الحاجات دي. واي بنات منكم في ثانيه ثالثه رابعه جامعه او حتى في المدرسه وعندها تجربه تقدر تفيد بيها باقي البنات، اكتبوها لبعض تحت في الكومنت وخلونا كده نساعد بعض. وكده نكون خلصنا اهم الاسباب اللي بجد بتخليكي ما تعرفيش تعملي اي صحاب في الجامعه، وندخل بقى على تاني حاجه وهي ازاي تعملي صحاب في الجامعه. وهاخدكم من ابسط حاجه لاكبر حاجه. واول حاجه فيهم هي خدعه المكان الثابت. مكانك الثابت دايما في المحاضرات بيتحفظ سواء من الدكاتره او حتى من المعيدين وكمان من الطلبه. بس تاخدي بالك كويس قوي ان مش معنى انك تخلي مكانك ثابت مثلا في ثالث بنش في المحاضرات دايما انك لو رحتي لقيتي مكانك ده متاخد ان قومي من هنا ده المكان بتاعي. اوعي تعملي كده بجد عشان هيموتوا من الضحك عليكي. مفيش حاجه اسمها مكاني في بنشات الجامعه ولا حجزاه. المكان اللي تلاقيه فاضي اقعدي وانتي ساكته، كل اللي قدامك واسكتي. لو عايزه بجد تثبتي مكانك فدايما روحي 10 دقائق بدري عشان تلاقي مكانك فاضي، انما ما تجيش متاخره وتقومي حد من مكانك، لان اولا هيبصلك بقرف، محدش هيقوملك، ثالثا هيشوفوكي عبيطه، مكانك مش هنا. خلي بالك قوي من الموضوع ده. تاني حاجه ان بجد تعلمي انك دايما تفتحي اسئله مشتركه، يعني اسئله اللي قدامك هيستفيد منها وانت هتستفيدي منها، مش اسئله عميقه او عن اهتمامات انت مش متاكده ان الناس دي مهتمه بيها ولا لا، خصوصا لو اهتماماتك انت الشخصيه واحنا لسه بنتعرف على بعض. انا مش محتاجه اعرف ايه لونك المفضل وايه هوايتك المفضله وبتحبي تسمعي ايه ولا بتحبي تتفرجي على ايه. انا محتاجه اني استفيد منك وانت تستفيدي مني. زي مثلا هاي بنات عاملين ايه، انا بس كنت عايزه اسالكم هو محاضره بكره هتكون الساعه كام، بس انا مش فاكره هي هتكون في انه مدرج. المدرج التاني. خلاص باذن الله نتقابل على خير. طب ممكن اخد رقمكم عشان لو ميعاد او مكان المحاضره اتغير اتابع معاكم يعني ونتكلم مع بعض. ابسط حاجه ممكن بجد تفتحي بيها موضوع انك تسالي عن المحاضرات، تسالي عن المواعيد، تسالي عن المدرج اللي هتكون فيه المحاضره الفلانيه، تسالي لو في شيت معين المفروض هيتسلم في ميعاد معين وانت كنتي غايبه مثلا وحابه تعرفي منهم. بجد الحاجات دي هي اول حاجه تفتحي فيها مواضيع وتتكلمي فيها مع زمايلك في الدفعه. وخصوصا كمان ان الاسئله دي اولا مش هتبينك متوتره،
ثانيا دايما هيكون في اجابه ليها، ولا مثلا هيسيبوك ويمشوا عشان مستغربينك ولا اي حاجه من دي، بالعكس كمان هتزود ثقتك بنفسك قوي. تالت بقى حاجه وديت سحر لينا احنا كبنات، وهي المجامله اللطيفه. ايه ده شكلك حلو قوي النهارده، شنطتك شكلها كيوت قوي ما شاء الله، ممكن اسالك بس انت جايباها منين؟ ابسط حاجه ممكن نقولها لبعض كبنات وتخلينا كمان نحب نتعرف على بعض. الله شكلك حلو قوي النهارده ما شاء الله، ملامحك جميله قوي. او مثلا ممكن تقولي لها هاي انا فلانه، انت اسمك ايه؟ اسمك كذا ما شاء الله، اسمك حلو قوي. اللي هو حرفيا اي حاجه، يعني شكلك حلو، لبسك حلو، شنطتك حلوه. ما تقوليهمش طبعا كلهم مع بعض عشان ما تبانيش اوفر، بس اختاري حاجه انه تديها كومبليمو. تعلمي تدي كومبليمو يا استاذه، بتفرق معايا انا شخصيا، بتفرق. يعني تخيلي ابقى واقفه كده في امان الله، تيجي واحده ممكن تتعرف عليا تقولي نم بجد شكلك حلو قوي النهارده، احنا خلاص بقينا بيست فريند بعد الجمله دي. رابع حاجه وبجد من الحاجات المهمه قوي، استغلي الجروبات، خصوصا كمان لو انت دفعتك كبيره قوي والمدرج كبير وواسع قوي، فاكيد هتتقسموا سكاشن. فاستغلي وقت السكشن ده ان انت تعملي كل اللي انا بقول لك عليه ده، انك تتعرفي على الناس، انك تثبتي مكانك عكس المدرج. لانه مثلا ممكن تكونوا يعني حسب كليتكم، بس في ناس بجد بتوصل ان هم بيبقوا 1000 حد في المدرج. انا الحمد لله كنا 100، فكنا اوريدي عارفين بعض. 100 دي رقم كبير، بس صدقيني بتبقوا كلكم عارفين بعض، حتى بتبقوا عارفين الشخص اللي دايما ما بيجيش من الاشخاص اللي دايما موجود. فاستغلي السكاشن، استغلي جروب الدفعه، استغلي التيمات اللي بتتعمل. حاولي دايما ما تكونيش اخر حد بيدور على تيم، لا اول ما يتقال يلا اعملوا تيم عشان هتعملوا بروجكت جماعي. اوكي يا بنات يلا انا بجمع تيم، عايزين نجمع تيم يكون كده متفاعل مع بعض ويكون متفاهم، يلا 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 وجمعي انت التيم. ولو انت حد بيتكسف قوي وبيخاف قوي فبلاش تكوني انت الليدر، لان موضوع الليدر ده بالذات بيبقى عايز حد شخصيته اوريدي قويه يعرف يتعامل. فاوعك تحطي نفسك في موقف زي ده، لانه هيطلعك عيله صغيره في الاخر. الحاجه اللي مش بتعرفي تعمليها ما تبدريش وتروحي تعمليها. ان بجد في حاجه عن حاجه تفرق، انك تقولي كومبليمو وانك تتعرفي على الناس بطريقه لطيفه، او تسالي سؤال هيهمكم كلكم هيفيدكم كلكم حاجه، وانك تروحي تبقي ليدر في حاجه، دي مسؤوليه مختلفه تماما. فخلي بالك وفرقي ما بين الحاجه اللي انت ممكن تعمليها والحاجه اللي فعلا مش هتقدري تعمليها. ما تحبسيش نفسك جوه الشخص اللي مربع ايده وقاعد كده وباصص الناحيه الثانيه وما بيتعاملش مع حد ولا بيتكلم مع حد، او ماسك الموبايل وباصص فيه وعامل كده، واللي حواليك عمالين يتكلموا ويهزروا ويفتحوا مواضيع، لان ده بجد بيدي انطباع عنك انك شخص كشري وانك شخص متعالي ومتكبر ومش عايز يتعامل معاهم. ممكن في الوقت ده يكون في اشخاص عايزه تفتح معاكي مواضيع وتتعرف عليكي، بس تصرفاتك دي بتدي انطباع ان انا مش عايزه اتكلم مع حد. حاجه مهمه قوي حطيها في بالك طول الوقت، علشان بجد شجعي دايما تروحي وتتعرفي وتتعاملي، ان الاشخاص اللي معاكي خصوصا اللي في اولى جامعه هم كمان حاسين نفس احساسك، هم كمان متوترين، هم كمان خايفين يروحوا يتعرفوا على حد ويحرجهم، هم كمان خايفين يبادروا. فكوني انت الشخص اللي بيبادر، ما تخافيش، هم اصلا مستنيينك تيجي وتبادري وتتكلمي معاهم. ومن المواضيع برضو اللي ممكن تفتحيها وتخلق كده جو من الحوار ما بينك وما بين بنات في الدفعه، انك مثلا تساليها عن المحاضره اللي فاتت. ممكن بس اشوف المحاضره اللي فاتت لو انت كاتباها من السكتش بتاعك علشان انا كنت غايبه. برضو من ضمن الاسئله اللي انت ممكن تساليها، تسالي مثلا هو الميد ترم المفروض ميعاده هيكون امتى؟ حد عنده فكره عن الموضوع ده؟ ليكوا قرايب قبل كده كانوا مثلا في الكليه ديت؟ تفودونا شويه يا جماعه، لان انا ما عنديش اي خلفيه عنها وبصراحه خايفه ومتوتره. اللي هو عارفه تسالي الحاجات دي فين وانتوا واقفين مثلا على الاسانسير مستنيين الاسانسير يوصل عشان طالعين المحاضره اللي فوق. فاللي هو تخلقي موضوع تتكلموا فيه، زي ما قلت لك موضوع يهمكم انتوا الاثنين. هنا لما تفتحي موضوع هتلاقي بدل واحده 2 و3 بيردوا عليكي، هتكملوا الموضوع لحد ما تطلعوا فوق مش هيخلص، وهتقعدوا جنب بعض وتكملوا، وان شاء الله تطردوا من المحاضره. بس مش اشكال، عملنا اصحاب مش عملنا اصحاب خلاص مش مشكله، نعوض المحاضره الجايه. برضو حاولي ان الاسئله اللي انا بقولها لك دي ما تقوليهاش كلها مره واحده كده، اللي هو البت اللي ما بتبطلش اسئله، لا يعني خليكي لماحه كده وبتفهمي. في كل مره اسالي سؤال من الاسئله دي، اكتبيهم ورايا كده في النوت بوك بتاعتك، النوت اللي حرفيا بتكتبي ورايا من اول فيديو في السلسله، عشان لو نسيتي يعني تفتكري الاسئله وتسالي منهم. حاجه مهمه قوي حاولي ان انت بجد تحطيها دايما في بالك، حاولي ان انت ما تطلبيش من الناس اللي حواليكي طول الوقت حاجات. بمعنى ما تطلبيش ميك اب من حد، ما تطلبيش ماسكارا، ما تطلبيش بلاشر، ما تطلبيش روج، لان في بنات بجد بتقرف. يعني انا بجد ما بقتش احب حد يستخدم حاجتي الشخصيه اللي انا بستخدمها. ممكن قبل كده كان قشطه اوكي، ما كانتش حاجه بتقرفني، بس وارد الناس اللي تتعرفي عليهم يكونوا بيقرفوا وانت تاخدي موقف ان انت طلبتي منها ماسكارا وهي قالت لك لا مش هينفع تستخدميها. اولا ما تزعليش منها، ثانيا في ناس بجد بتقرف. فحاولي دايما حاجتك تكون معاكي، زي ما اتكلمنا في فيديو شنطه الجامعه، كل حاجتك تكون معاكي. كمان لو عطشانه وهتموتي من العطش، يا اما تكوني جايبه معاكي شاليمو عشان لو هتشربي من ازازه حد، يا اما ما تطلبيش وموتي من العطش وبعدها انزلي جيبي لنفسك ميه تشربي، بس ما تاخديش من حد ميه، لان وارد هو كمان يكون بيقرف ويضطر يقول لك اوكي فيتضايقوا منك انه بجد
بجد مش هقعد جنبها تاني، ما ببطلش طلبات، كل شويه تقول لي هاتي ازازه ميه، كل شويه تاخد من حاجتي وانا اصلا بقرف، فمش قاعده جنبها تاني، ولو جت قعدت جنبي هسيبها واقوم وامشي. بتحصل كتير والله يا بنات. عايزه اقول لكم ان مره كانت في بنت معاها ازازه ميه وحاطه فيها دواء للسكر، واحده جت شربت منها بالدواء بتاعها. متخيلين؟ ممكن مثلا حد ينقل لكم عدوى. احمد حلمي اسمه ايه، احمد مكي، كان تقريبا حد استخدم حاجته في الجيم وهو راجع استخدمها، جاله مرض في المعده وقعد كتير قوي يتعالج. فالحاجات دي بتكون حساسه، فحاولي انك ما تشربيش من مكان حد، ما تاكليش من مكان حد، حاجتك تكون معاكي، حاجتك لو مش معاكي برضو ما تاخديش من حد. متفقين؟ متفقين. وما تنسيش طبعا تغسلي اسنانك، اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت. غسيلي السنان، الديودرنت، الحاجات اللي بجد بجد بتخلي الناس تقرف، تخلي الناس ما تحاولش تتعرف عليكي حتى لو هم حابينك. انه لا مش هنقدر ان احنا كده نبقى قايمين الساعه 7 الصبح نشم روايح بق بعض، حاجه منتهى القرف. فانا مش هقعد جنب فلانه، لا يا جماعه، انا عندي ارحم اقعد جنب اللي ما بطيقهاش في الدفعه ولا اني اقعد جنب واحده ريحه بقها وحش. لو انت برضو حاسه انك مش هتعرفي تعملي الحاجات دي ولسه مستصعبه الموضوع، حاولي انك تكوني متفاعله في الاونلاين، بمعنى ان جروب الدفعه ده تكوني من اكتر الناس النشطه عليه، ان لما يتسال سؤال دايما تكوني موجوده وتجاوبي عليهم. مثلا بنات، هو المحاضره الفلانيه هتكون امتى؟ بدري وقولي المحاضره هتكون امتى، ما تتكسفيش. خلاص هنا بقى انت مش قدامهم وش لوش، مفيش حاجه هتكسفك، مفيش حاجه هتحرجك. هنا هم اللي بيسالوا، تعاملي بجد بالعكس، هيحبوكي جدا، هيشوفوا انك اكتر حد متعاون واكتر حد بيدي كده من غير يعني اسمها من غير ايه، من غير استخسار في الدفعه. كمان وقتها هتلاقي كتير منهم داخلين يتعرفوا عليكي في البرايفت. بس خلي بالك عشان في شعره صغيره قوي ما بين الاستغلال وما بين ان هم حابينك وحابين يتعرفوا عليكي. في وقت ما لو حسيتي ان بيتم استغلالك، اولا هتحسي انك شخص غير مرغوب فيه، مش بيحتاجوكي غير بس عشان المصلحه، هتكرهي نفسك حرفيا. لو حسيتي ان بيتم استغلالك، وقفي وما تساعديش وما تبادريش وما تديش وقولي معرفش، بس كمان قوليها بالذوق وبالطريقه، علشان بدل ما تتحولي من شخص محبوب هتتحولي لشخص مكروه. دايما خلي ليكي حضور في الجامعه، دايما خلي صوتك مسموع في الجامعه، دايما خليكي شخص بيبادر وشخص موجود، شخص بيبان بقوه شخصيه، ابدا ما بيبانش عليه مشاعر الخوف والتوتر، وشخص ما بيصاحبش ولاد. ممكن كل اللي قلناه ده تطبقيه مع البنات، بس كوني كون بجد كليتي كانت بنات بس، فبحس دايما ان انا وانا بتكلم انه فكري كله بيكون انه المجتمع ما فيهوش غير بنات بس، فاهمين؟ بما انه كليات كتيره قوي بتكون مشتركه وفيها ولاد، زي ما انا ما بقول طول الفيديو ان الكليه اكتر مكان بجد هيكون شخصيتك. فخلي الجامعه فرصه كويسه قوي انك تعرفي تتعاملي فيها مع الرجاله اللي هي مش تخصك ولا انت تخصيها. ازاي اتعامل مع راجل في سياق سوق العمل؟ في ناس كتير قوي بتشوف انه لا مستحيل، ما ينفعش تتعامل معاه نهائي، حتى لو في سوق العمل ما تتعامليه. احنا ايه، في كوكب زحل، في كوكب زمردة، الرجاله موجوده في كل حته، الرجاله موجوده من اول ما بننزل من البيت، بنروح نشتري حاجه بنتعامل مع رجاله، اي مكان بيبقى فيه اوريدي رجاله. التعامل مع الرجاله مش غلط، ولكن اعرفي تتعاملي ازاي، ايه المواضيع اللي ينفع تفتحيها وايه المواضيع اللي ما ينفعش تفتحيها. اولا ما بنهزرش مع اولاد، ولا بنضحك ولا بنبتسم في وشهم ولا بنبص في عينيهم واحنا بنكلمهم. ليكي دايما عينك باصه في اتجاه تاني. ما بنكلمش ولاد على الواتساب عشان نظبط معاهم التفاصيل بتاعه ايا كان البروجكت بتاعنا. عادي ممكن نعمل الجروب على الماسنجر، مش شرط يكون على الواتساب عشان ما يكونش معايا رقم تليفونك، ما يتفرجش على الستوريز اللي انت بتنزليها. يعني خليكي في تطبيق تاني. لو ما فيش حل غير انه يكون موجود عندك على الواتساب، ما تسجليش الرقم، انت هتحفظيه من شكل الاسم يعني الايقونه بتاعته، بس مش لازم نقعد نتفرج على الستوريات بعد. حتى لو اضطريتي تسجلي رقمه، اعملي له هايد للستوري بتاعتك وارشفي الستوري بتاعته بحيث ان هي ما تظهرش عنده ولا تظهر عندك. اعملي ان الصوره الشخصيه بتاعتك ما تظهرش عنده، يعني تظهر لكل ما عدا الولاد او الولد اللي معاكي في الجروب. صدقيني الولاد بيلتوا وبيعجنوا وبيتكلموا وكلهم بيحكوا لبعض وبيوروا لبعض الشتات. ثقي في اللي انا بقوله، يعني انا شفت ده واكتر من مره واكتر من موقف. فبلاش تبقي لبانه في لسان في بق الولاد، يعني تبقي البانه في بق البنات ارحم بكتير. وبس ده كان فيديو النهارده. دي نصايح ازاي تعرفي تكوني صحاب، الحاجات اللي تخليكي ما تعرفيش تعملي صحاب. لو عندكم اي نصايح لبعض اكتبوها برده لبعض في الكومنت، ولو عندكم اي سؤال يا تكتبوه لي في الكومنت يا تبعتوا لي على الانستجرام، ده الانستجرام بتاعي. بس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. استنوا الفيديو الجاي علشان في شويه بقى دلع كده، ونرجع للسكين كير، الميك اب، اللبس، حاجات من اللي انتوا بتحبوها. وكالعاده في نهايه الفيديو عايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا جدا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان نوصل 60,000. بس كده باي يا حلوين. الحق بقى انزل والحق الخروجه اللي انا نازلاها دي، اتاخرت عشان خاطركم.